يعتقد المصريين القدماء إن جسم الإنسان مكون من عدة أجزاء، لكل جزء منه وظيفته الخاصة بيه، وأهم الأجزاء دي هي الجسم والبا والقا. البا وهو الروح السماوية وشخصية الإنسان في عالم الروح، لأن هي بتصور دائما على شكل طائر ليه راس إنسان بيحمل ملامح الشخص المتوفي، وكأنها إشارة لشخصيته وروحه، حيث بتغادر الجسم بعد الوفاة للسماء وبتسكن في النجوم، ثم بتعود لزيارة الجسم من وقت للتاني. أما القا بقى وهو القرين أو بنسميه شبح المتوفي، وهو أهم هذه الأجزاء، وهو روح مادية بتولد مع الإنسان، صنعت من مادة خفيفة لا ترى زي الأثير أو الهواء، وبتكون على شكل صاحبها، أي صورة مطابقة ليه تماما، حاجة كده شبه الظل زي ما بنقول. فكان قرين الطفل بيكون طفل، وقرين الشيخ بيكون شيخا برضو، بل كان قرين الأعور بيكون أعمر، يعني كان صورة مطابقة للمتوفي. بس كده.